بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة مشوية على الفحم. معايا هنا نص كيلو لحمة مفرومة، معايا بصل منزوع منه المية، معايا بهارات، عندي هنا ملح، فلفل أسمر، بابريكا، معلقة كاتشب، نص معلقة شطة وده اختياري، معايا نص معلقة سكر، معايا هنا البهارات السبعة، معايا هنا بهارات معايا هنا بقدونس، معايا بقدونس تاني لما اطلع الكفته عليه. معايا ميه البصل هنا عشان خاطر دي ليها خطوه تانية هنعملها في الاخر. معايا هنا الزبادي كده تمام. وانا هنا جبت بوله كبيره اهي معانا، هحط فيها اللحمه كلها على البصل المبشور منزوع منه الميه، على البهارات، كل البهارات اللي انا قلت عليها حطها عليه، على الزبادي، على الخضار، واقلبهم مع بعض. وانا هنا خلصت الكفته وهسيبها بقى في التلاجة لمده ساعتين لما نيجي نشوي. وهنا شعلت النار على اللحمه، وادي الدلع اللي قلنا عليه هنحطه للحمه وللكفته على الشوايه. بتتشوي وانا عندي نقطة الدلع اللي احنا قلنا عليها، مية البصل والبابريكا والزيت. ده دلع الكفتة المشوية. دلعي اكلك الكفتة خطوة خطوة. ما تنسيش تشتركي في القناة، لو عجبك الفيديو اشتركي في القناة واعملي لايك. هنشوفها مع بعض اخر الفيديو قد ايه هي طرية ولذيذة. وهنا بعد ما طلعت الكفتة حطيت 5 طماطميات على الفحم على الشبكة، و4 قرون فلفل، حطيت بصل ينشوي على الفحم، وهنعمل الصوص الاحمر.